لو أنت جديد في أمريكا وعايز تلاقي شغل بسرعة وبذكاء، تعال نفكلك إنديد خطوة خطوة ببساطة ومن غير تعقيد. يعني إيه إنديد؟ هو موقع وتطبيق بيجمع آلاف الوظائف من شركات كتير، تدور، تقدم، وتتابع كل حاجة من موبايلك. أول حاجة قبل ما تفتح التطبيق لازم يكون عندك إيميل محترم باسمك، خط موبايل ورسالة صوتية ترحيبية واضحة، سيرة ذاتية بالإنجليزي صفحة واحدة من غير صور، بنقاط قصيرة وإنجازات، قائمة كلمات مفتاحية مرتبطة بالشغل اللي عايزه زي warehouse، customer service، forklift، excel. وبالمناسبة حابين نشكر كل الناس اللي بتعمل لايك وبتشترك في القناة وبتكتب كومنتات جميلة. دعمكم هو اللي بيشجعنا نكمل ونقدم محتوى أكبر وأحسن. شكرا ليكم من القلب. نرجع لموضوعنا، إزاي تستخدم إنديد. اعمل حساب وخلي السيرة الذاتية بتاعك searchable عشان أصحاب العمل يلاقوك. اكتب عنوانا واضح زي warehouse associate، entry level أو customer service bilingual Arabic English. في الملخص اكتب سطرين: خبرتك، لغاتك، وتوافرك. حط مهارات عملية زي forklift، picking packing، excel، food safety. استراتيجية البحث الذكية: أبحث بعناوين بسيطة ومعادلاتها: warehouse associate، picker packer، cashier، customer service. استخدم علامات الاقتباس والكلمات السلبية، مثال warehouse associate، senior manager علشان تستبعد الوظائف الكبيرة. جرب كلمات زي entry level، no experience، training provided. الفلاتر اللي هتوفر وقتك: التاريخ، آخر أيام قليلة، المسافة من ربع ساعة ل20 ميل، الراتب، حط حد أدنى واقعي، نوع الشغل، دوام كامل أو جزئي، الشفت، صباحي أو مسائي أو ليلي. المقارنة بين العروض: اعملوا جدولا بسيط بدرجات من 10 درجات للراتب، المزايا، المسافة، الشفت، وفرص التعلم. العرض اللي يجيب أعلى مجموع هو الأنسب ليك. الخلاصة: إنديد أقوى أداة لو استخدمتها بذكاء. بروفايل واضح، بحث بكلمات ذكية، فلاتر مضبوطة، وتقديم متقن مع متابعة قصيرة. خطوة صغيرة كل يوم وهتلاقي مقابلات خلال أسابيع بدل شهور. لو الحلقة فاتك اعمل لايك وسبسكرايب، واكتب لنا في الكومنتات بتشوفنا منين، ولو أنت في أمريكا في أنهي ولاية، وأكتر كلمة بحث جابت لك، نتائج كويسة كانت إيه. وما تنسوش لايك للفيديو ومتابعة للقناة علشان عندنا كتير نقدمه لكم. تقعدوا بالعافية. سلام.